السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على قناة اليوتيوب. في البداية أحب أرحب بجماهير المارد الأحمر. بتمنى من كل يشوف الحلقة يعمل لايك وشير واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد عن النادي الأهلي، ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في أول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعة. أنا لبست القناع ده عشان عايز أقول إن في ناس بتلبس أقنعة، وطبعا انتوا عارفين انا قصدي على ايه. امبارح طلع خالد الغندور مع سيف زاهر واتكلم كلام تحس ان هو يعني مش زملكاوي او تحس ان هو بيتكلم كلام منطقي، كلام يعني ايه تصدقه. بس لما الكلام ده يتقال على قناة اون سبورت ونسمع من نفس الشخص كلام تاني على قناة الزمالك، يبقى هو بيلبس وش زي ده. هو بيلبس وش زي ده عشان يطلع قدام جماهير الزمالك يقول كلام، ويطلع على قناة تاني يقول كلام تاني، مع انه بيتكلم على نفس النادي. ومش هو لوحده اللي بيعمل كده، هو واغلبية اللي بيطلعوا على قناة نادي الزمالك، اللي كانوا اغلبيتهم بيطلعوا على قناة نادي الاهلي. وتسمعي كلامهم، يعني تسمعوا كلامهم لما كانوا في الاهلي كانوا بيتكلموا كلام، ولما راحوا قناة الزمالك بقى يتكلموا كلام تاني خالص. ده ليه بقى؟ عشان دول ناس ما عندهاش مبدأ، ما عندهاش مبدأ، واللي ما عندهوش مبدأ ما تاخدش منه كلمة. امبارح سيف زاهر بيسأل خالد الغندور، بيقول له مين احسن لاعب يعني من وجهة نظر خالد الغندور. تخيلوا بيرد عليه يقول له ده احسن لعيبة في مصر لعيبة النادي الاهلي. احسن مدافع محمد عبد المنعم، احسن حارس مرمى الشناوي، احسن باك يمين هاني، احسن باك شمال على معلول، احسن يعني تحس ان هو يعني سبحان الله سبحان الله، يعني سبحان الله على الناس دي. مش عارف ازاي يعني بيطلع منها الحاجات دي. يعني المفروض ان هو راجل يعني لاعب كرة قديم ونجم من نجوم نادي الزمالك، والمفروض ان هو اعلامي. حاجة بعيدة عن المنطق، بعيد عن المصداقية. يعني هم حرين في نفسهم، يعني اذا كان عاجبهم، يعني اذا كان عقليتهم دي عاجباهم، يعني ولا هي ماشيه على حسب الترند بقى. وده انا قلته قبل كده في حلقه لما خالد الغندور ساب قناه الزمالك، لما عقده خلص ومشي بدأ يتكلم على صفقات الزمالك ويتكلم كويس عن النادي الاهلي ويطلع يقول انا بحب الكابتن الخطيب. مرتضى منصور راح جابه على طول، قال لك لا ده كده هيروح مننا، راح مرجعه القناه تاني. بس لما تشوفوا بقى على قناه الزمالك بيقول كلام ضد النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيكسب بالحكام والدوله مسانده الاهلي، ويروح على قناه مع سيف زاهر يقول لك لا ده احسن لعيبه في مصر لعيبه الاهلي. عشان كده بقى ايه، هم بيحتاجوا حاجه زي دي، بيحتاجوا القناع ده بيلبسوه ما بين بقى قناه الزمالك وقناه اي قناه تاني. ولو مرتضى منصور لسه في منصبه لغايه دلوقتي ما كانش هيقول الكلمتين دول. عشان كده انا دايما بحب كلمه العلم نور وقلته جهل. هم عندهم علم بس جاهلين. محمد فاروق قال لك تصريح غريب قوي ان الاهلي بيفكر في بيع كهربا، وان النادي بعد تألق كهربا بيفكر في ان يجي له عرض كبير وان هو يبيعه. الكلام ده جاي من واحد المفروض انه لعب في النادي الاهلي، بس هو ما يعني متهيألي لو هو بيحب النادي الاهلي ما يقولش خبر زي ده، لان الخبر ده اساسا مش صحيح. يعني انا متهيألي صعب قوي ان الاهلي يفرط في كهربا، او كهربا يفرط ان هو يعني يمشي من الاهلي. بغض النظر عن الغرامه، مش هو ده السبب اللي هيخليه ان الاهلي يمشيه او يبيعه. فيا ريت يعني بتمنى من لعيبه النادي الاهلي القدامى ان هم يقولوا كلام في مصلحه النادي. معانا خبر مضحك من شاب يعني من شاب مضحك كده، لاعب كان بيلعب في نادي الزمالك
طبعا احنا بقالي كام حلقه بجيب اسمه او بجيب سيرته. شوقي السعيد. شوقي السعيد اللي طلع قال لك ان جماهير الزمالك نحس على اي فريق بيشجعوا، يعني جماهير الزمالك نحس لما بيشجعوا اي فريق بيلاعب الاهلي. هو نفسه قال على نفسه كده، وهو نفسه بيطلع يقول يعني هو بيقول لك ان الاهلي هيجيب له اكتئاب. يا عم يجيب لك اكتئاب ولا يجيب لك شلل؟ انت حاطط الاهلي في دماغك ليه اساسا؟ وبيقول ان هو هيشجع سان داونز امام الاهلي في نهائي افريقيا. وانا يعني مش عارف ارد عليه اقول له ايه. يعني شخص يعني حتى ولا شغال ما بيستفادش من نادي الزمالك بحاجه، وما شفناهوش حتى عمل علامه في نادي الزمالك، ولا لاعب حتى توب يعني نقول عليه ان هو لاعب يعني التاريخ هيذكره بحاجه، يعني ببطوله ولا بماتش ولا باي نيله. واحد ملوش وجود، هو بس بيطلع عشان يعني يبقى موجود، زيه زي اسمه ايه يا ابو ودان ده، اسمه ايه؟ حاجه غريبه، تشوف ناس واشكال غريبه. اهو يعني لسه بنتكلم على شوقي الغريب، شوقي السعيد بيقول لك انا مش عارف الاهلي فيه ايه، ناس بتقول سحر، مش عارف، انا بشجع اي فريق ضد الاهلي، دي حاجه معروفه. يعني الراجل فخور ان هو بيشجع اي فريق بيلاعب الاهلي. انا مش عارف جايب الدماغ دي منين، يعني جايب الدماغ دي منين؟ ما هو طبعا يعني كان بيلعب في نادي الزمالك، فاكيد يعني الدماغ العقليه واحده. يعني انا مش عارف هو يعني ازاي لاعب زي ده يقول كلام زي ده اساسا، وان هو هيشجع سان داونز. لو بقول بقى ايه يعني قدامي فرصه في ماتش سان داونز ان شاء الله. الراجل يعني بيقدم المشيئه على تشجيعه لسان داونز. يعني شوف الدماغ، يعني شوف دماغه. الراجل بيقول ان شاء الله، ده مش بعيد يصلي ركعتين لله عشان الاهلي يخسر في نهائي افريقيا. هي دي عقليتهم والله. يعني الواحد يتكلم عليهم ايه تاني؟ يعني يتكلم عليهم ايه تاني اكتر من كده؟ لما واحد يكون عقليته بالشكل ده نقول عليه ايه؟ خالد طلعت بيقول لك يا جماعه الاهلي بيمثل مصر وفي بطوله افريقيا، ولو اتاهل هيلعب في كاس العالم للانديه. شرف لمصر كلها ان الاهلي يكسب بطوله افريقيا ويلعب في كاس العالم للانديه. يعني ده كلام الناس، يعني المفروض الناس كلام ناس عاقله، يعني عايز يفهم. يعني خالد طلعت ده انا يعني اللي اعرفه ان هو زملكاوي، بيقول لهم ان الاهلي بيمثل مصر في بطوله افريقيا، ولو خد البطوله هيتاهل لكاس العالم للانديه. فيا جدعان اتقوا الله. لا هو بيقول لهم يعني ارتقوا شويه يعني. كهربا بيدعم محمود حمدي الونش، ومنزل صوره ليه على الانستجرام بيقول له الف سلامه عليك يا حبيبي، وان شاء الله ترجع اقوى من الاول. طبعا لفته طيبه من كهربا. وطبعا احنا كلنا مش كهربا بس، احنا قلنا امبارح ان احنا بنتمنى له الشفاء وبندعي له ان هو ربنا يكرمه ان شاء الله ويرجع بالسلامه، وفي يعني ان شاء الله يرجع احسن من الاول ويأدي في مباراه. مش معنى ان هو بيلعب في نادي الزمالك فنتمنى له حاجه تاني وحشه زي ما هم بيتمنوا ان الاهلي يخسر في افريقيا. لا احنا مش زيهم، احنا بنتمنى له السلامه والشفاء وان شاء الله يرجع اقوى من الاول. في نهايه الحلقه طبعا بتمنى من جماهير النادي الاهلي الدعم والمشاركه، وتعمل لايك وشير واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، ومتنساش ان قناه المارد الاحمر للاهلي والاهلاويه. سلام.